اعتبر من دلوقتي ان اسامه فيصل لاعبا في النادي الاهلي. ايوه زي ما بقول لك كده، اسامه فيصل صفقه سوبر. انا بشوف ان هو مهاجم كويس جدا، مهاجم محطه، قناص، هداف. يعني انا بصراحه شخصيا انا شايف ان هو مهاجم كويس جدا، يعني ممكن يقدر يمشيك الموسم مع محمد شريف. اسامه ابو علي مشي، المهاجم السوبر بتاعك، المهاجم اللي كان بيديك كل حاجه 80 90%، دايما مستواه ثابت، لياقه بدنيه، ضغط على اعلى مستوى، فاولات، اهداف، بالراس، بالرجل، بكل حاجه تلاقيه. انا شايف ان محمد شريف واسامه فيصل يقدروا يدوك 60 70% من اللي كان بيدولك اسامه ابو علي، لحد ما تجيب مهاجم سوبر. ودي حاجه مهمه، لحد ما تجيب مهاجم سوبر لازم النادي الاهلي يدعم المراكز اللي ناقصه. ما ينفعش ان انا اخش بفريق قوي جدا فيه كوكب من النجوم لكن عندي مركز او اتنين ناقصين، ودي هتبقى كارثه. انت عندك حراسه المرمى واحد واثنين وثلاثه على اعلى مستوى، الشناوي وشبيرو ومحمد سيحه. خط الدفاع حدث ولا حرج، الباك اليمين حدث ولا حرج، نص الملعب ولا حرج، الوينجات، المهاجم في كارثه، باك الشمال في كارثه. لازم تدعم الخطين دول. ما اعتقدش ان القاره الافريقيه كلها ما فيهاش باك شمال قوي، ما فيهاش مهاجم قوي. لا انت عندك، دور اصرف شويه. انت خدت من اسامه ابو علي 9 مليون دولار، 7 ونص ومليون ونص او 2 مليون حوافز، فانت بتتكلم في 7 ونص مليون دولار او 9 مليون دولار، المبلغ الكل قادر يقدر يخليك تجيب مهاجم قوي جدا.